سلام البنات، راه تكونوا كامل ملاح. اليوم جيتكم بوصفه تاع طمينه بمناسبه المولد النبوي الشريف. حبيت نشاركها معاكم. يعني تقدروا ديروها ثم توجد، يعني سهله مهله وما طولش بزاف باه يعني تريح وتحكم روحها. المهم نبداو بالمكونات وطريقه التحضير. اول حاجه حكمي بول هكا كبير ولا ريسيبيون، ديري فيه كاس تاع عسيله مع كاس تاع زبده تكون ذايبه، يعني ما تكونش حاميه بزاف مي تكون ذايبه. المهم تبداي تخلطي فيها بالباتر باه ما تطلعلكش من بعد هذيك الزبده. من بعد زيدي لها ربع كاس تاع حليب باه تقعد لك طريه. هذه جربيها وردي الخبر. من بعد تبداي تزيدي لها في هذيك الدشيشه اللي تكون حمصتيها، تبداي تزيدي حتى لوين تتحصلي على قوام يكون نورمال، ماشي ثقيله بزاف وماشي خفيفه جاريه. تفرغيها في الطبسي تاعك، من بعد تخليها هكاك شويه تحكم روحها. من بعد تبداي تزيني فيها. هنايا في التزيين راح يكون اختياري، ديري القرفه وبداي ديريه في الاشكال اللي يعجبوك. انا بهذا الطابع تاع الكاطو درت القلوبه، من بعد زدت هاد الهلالات يعني شكل هلال ابيبريم زدتو في الوسط، وبديت ندير في هذو لي بيبي شوكولا هذو اللي جايين اون كولور. وهذا ما كان، يعني كل وحده والتزيين تاعها. التزيين راح يبقى اختياري، ونتمنى تعجبكم الوصفه. الى اللقاء في فيديو جديد مع وصفه جديده. باي. زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه، عاشقين رسول الله صلى الله